كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يحكى إنه كان في تاجر غني عايش لوحده مع ابنه كان اسمه حسن. ولما التاجر حس إنه قرب يموت قال لحسن: هديك كل مالي وقصري الكبير اللي فيه 40 غرفة، بس بوصيك ما تفتحش الغرفة ال40 عشان مشاكلك هتكتر لو فتحتها. بعد موت التاجر حسن حزن عليه جدا، وفي يوم قرر يفتح غرف القصر كلها عشان يشوف ايه اللي فيها. كل ما يفتح غرفة يلاقي فيها ذهب وفضة خيرات كتير. ولما وصل للغرفة ال40 اللي أبوه وصاه ما يفتحهاش، قرر حسن يفتحها مهما كانت العواقب. حسن فتح الغرفة لقى إنها فاضية، استغرب جدا. إيه ده؟ ما فيهاش غير ترابيزة صغيرة عليها كوباية مية وفيها شعرة بتنور كأنها شمعة. حسن وقف قدامها مستغرب وقال: يا ترى شعرة مين دي؟ شباك الغرفة دي كانت بتطل على قصر الملك، والملك كان بيتمشى في حديقة قصره مع الوزير بتاعه، فلاحظ الضوء القوي جاي من نافذة قصر حسن، فأرسل الوزير لحسن عشان يعرف إيه سبب الضوء ده. راح الوزير لحسن وسأله: إيه اللي حصل؟ حسن قال: مفيش حاجة، الوزير هدده بالقتل لو ما قالش الحقيقة. حسن طلب فرصة للتفكير وقال للوزير إنه هيقول له. حسن أخذ حصانه العجيب اللي ورثه عن أبوه وهرب. لما نزل عن الحصان سأله: مالك يا حسن؟ حسن خاف جدا واتفاجئ إن الحصان بيتكلم. الحصان طمن حسن وقال له: قول لي إيه اللي حصل؟ حسن حكى للحصان، فنصحه الحصان إنه يروح للملك ويعطيه الكوب والشعرة المضيئة. وفعلا حسن عمل كده. الوزير أخدها للملك، والملك استغرب من الضوء اللي طالع من الشعرة وطلب من حراسه يجيبوا صاحبة الشعرة. الوزير راح لحسن مرة تانية وسأله عن صاحبة الشعرة. حسن قال: أنا ما أعرفش، الوزير هدده بالقتل لو ما جابش الست صاحبة الشعرة. حسن طلب فرصة وقال له: اديني فرصة وهجيبها لك. حسن رجع للحصان وقال له: أنا مش عارف أعمل إيه. الحصان قال له: ما تخافش، قول للملك إنه عشان تجيب الست دي لازم يحضر لك سفينة كبيرة ويملاها بالذهب والفضة من صندوق الوزير نفسه، ولما الملك يديك اللي انت عايزه اركب السفينة وروح لأقرب جزيرة، هتلاقي راجل ومعاه بنت جميلة، خد البنت وارجع بيها للملك. حسن نفذ كلام الحصان، ولما رجع بالفتاة غضبت لأنها رفضت مقابلة الملك، وطلبت إن حسن يجيب لها خاتمها اللي رماه في البحر. الملك أمر حسن يجيب الخاتم، وراح حسن للحصان يطلب مساعدته. الحصان قال لحسن: ما تخافش، قول للملك يديك سفينة مليانة بالأكل الفاخر من مال الوزير نفسه. حسن نفذ وقال للملك، وأخذ السفينة وراح على البحر. الطيور والأسماك بدأت تاكل من الأكل، فسمكة قالت له: مين فعل المعروف ده فينا؟ حسن قال: أنا، وطلب منها تدور له على الخاتم في البحر. حسن رجع بالخاتم للبنت وطلب مقابلة الملك، بس طلبت إن حسن يجيب لها غرفتها من قصر أبوها. حسن رجع للحصان وقال له: أنا مش عارف أعمل إيه تاني. الحصان قال له: ما تخافش، اطلب من الملك سفينة مليانة تحف نفيسة وغالية من مال الوزير، وروح لنفس الجزيرة هتلاقي الراجل اللي انت خطفت منه البنت، احبسه وخد الغرفة وارجع بيها للبنت. حسن نفذ كلام الحصان، والفتاة رفضت مقابلة الملك وطلبت معاقبة حسن. حسن خاف وندم على أنه خالف وصية أبوه بخصوص الغرفة ال40 اللي هو قال له ما تفتحهاش هتجيب لك مشاكل كتير. بس حسن ما سمعش كلام باباه وفتح الغرفة وجات له مشاكل كتير. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ها حلوة ولا ملتوتة؟